ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. صباح الورد وصباح العسل وصباح السكر عليكم. النهارده يوم جديد، اكيد يوم معماري يعني، وهنقضيه كله مع بعض وهنعمل فيه حاجات كتير قوي مع بعض. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم وتستفيدوا منه حتى لو بمعلومه صغيره. واتمنى لو عجبكم الفيديو بقى تحطوا لايكات كتير للفيديو ده، واشوف تعليقاتكم الجميله يعني تكتبوا لي في التعليقات كده انتوا بتتابعوني من فين. يلا بينا على طول كده ندخل على الفيديو ونشوف الفيديو النهارده فيه ايه. الفيديو النهارده فيه مشتريات وفيه روتين وفيه، بصوا، كل حاجه نفسكم فيها هتلاقوها في الفيديو ده. وانا حاولت كمان ان انا اسرع لكم الفيديو عشان اجيب لكم كل الحاجه اللي انا عايزه اجيبها لكم في فيديو واحد. حطوا بقى لايكات كتير واكتبوا لي كومنتات كتير بقى، وشجعوني في قناتي الجديده دي عشان استمر معاكم. وخلونا نشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. واول حاجه هبتدي لكم بيها النهارده هي ايه؟ اكيد المشتريات. النهارده المشتريات بتاعتنا مشتريات خضار، وانا شارياها مشتريات كتيره شويه علشان خاطر كنت عندي وجبات اللي انا كنت طالعه لكم منها لايف امبارح او اول امبارح. فخلينا نشوف انا جبت ايه. هنا جبت بصل، يعني مثلا خلينا نقول البصل ده 5 كيلو او 6 كيلو حاجه زي كده. وانا اصلا كان عندي بصل، بس ايه، حبيت ازود بصل عشان خاطر انا هعمل رز صياديه وهاخد له بصل كتير يعني، وانا مخزنتش بصل لسه السنه دي. البصل ده الكيلو ب10 تقريبا، جبت 5 كيلو ب50 جنيه. والخيار ده الكيلو ب15. جبت 3 كيلو ونص ب50 برضو. جبت 2 كيلو بطاطا حلوة بتنفعني في الرجيم، يعني باكل لي بطاطاية كده بالليل بدل العشاء، بشويها يعني. فجبت 2 كيلو بطاطا ب30 جنيه، الكيلو ب15. الطماطم برضو الكيلو ب15، جبت 3 كيلو ونص ب50 برضو. الليمون جبت كيلو ب25 جنيه. وجبت كمان قفص المانجا ده جبته ب600 جنيه، الكيلو ب50. ده فيه 12 كيلو، بس احنا كنا خدنا منه يعني، ده كده اتاخد منه، ده كده مش ال12 كيلو. خدت منه غسلت، هتشوفوا اللي انا غسلته دلوقتي يعني، شويه اللي انا خدتهم غسلتهم هجيبهم لكم دلوقتي. يعني بغسل على قدنا، ما بحطش كل ده طبعا في التلاجة يعني. كده بغسل 6 على عددنا بنحل بيهم بعد الغدا. المانجا دي كبيرة جدا اصلا يعني، ممكن الواحد يخلص واحدة بالعافية اساسا، لان حجمها كبير جدا. المانجا دي نوعها مش عارفة نسيت. شاكر هو اللي عارف نوعها، بس هو مش نعوم على فكرة. هي فيها انواع كده لون محمر يعني، فيها جزء محمر بس مش نعوم. دي مش نعوم، نوع تاني. لو افتكرت هبقى اكتبه لكم على الشاشة يعني بعد ما اخلص تسجيل. انا وبقى وبشتري الطلبات لقيت اريال. الاريال ده بقى لي كتير قوي ما شفتهوش، تقريبا بقالي سنة او زيادة. يمكن لو تفتكروا معايا من سنة كده كنت بجيب كيس اوكسي كيلو وكيس اريال كيلو وبقلبهم على بعض، لو تفتكروا كده معايا، لو انتوا واخدين بالكم. فقعدت فترة جامدة ما بلاقيش الاريال، اللي هو الاريال ده ما بلاقيهوش. فكنت بجيب الكيس الاوكسي ال2 كيلو، بيكمل معايا الشهر وبيفيد يعني. فلما لقيت الاريال ده وكمان سألت عليه لقيته ب130 جنيه ال2 كيلو، في حين ان الاوكسي ال2 كيلو ب160. يعني قالوا اعملوا مقاطعة وشجعوا صناعة بلدكم، وبلاش تشجعوا صناعات تانية، شجعنا صناعة بلدنا. فبلدنا ادتنا على دماغنا يعني، احنا شجعنا الاوكسي، فالاوكسي زود السعر علينا. انا عايزه اقول لكم انا بصراحه ما قطعتش خالص، لان في الاول وفي الاخر الشركات اللي موجوده عندنا في مصر دي اللي شغالين فيها مصريين، وده حالهم بيقف. طبعا القلب ده انتوا عارفين لمين السهم هو رايح عليكم على طول. احلى قلب لكم والله، انتوا احلى متابعين في الدنيا كلها، ومش عارفه اقول لكم ايه على كلامكم الجميل اللي بتكتبوه لي. يعني معقول انا استاهل كل الكلام الحلو ده؟ ربنا يسعدكم يا رب ويفرح قلوبكم ويعوضكم خير على كل كلمه حلوه انتوا بتكتبوها لي. ويا رب تفرحوا بولادكم وتشوفوهم احلى حاجه في الدنيا كلها. آه كنت بقول لكم ايه؟ اه فلما لقيت كيس الاريال ال2 كيلو ب130 اشتريته على طول طبعا، وانا اصلا ما كنتش مقاطعه يا جماعه. اللي عايز يعاركني يعاركني. الشركات اللي هي بتصنع المنتجات دي فيها ناس مصريين يعني، حالهم هيقف ومش هيلاقوا شغل يشتغلوه. فحرام احنا ما يعني، مش المقاطعه بتاعتنا هي اللي هتعدل الكون. يعني الناس مقاطعه، مع اني بشوف الناس مش مقاطعه ولا حاجه، كله بيدخل يسأل على المنتجات دي. يعني ربنا يعين كل واحد على حاله. في بيقعد يقول على السوشيال ميديا انا مقاطع وما اعرفش ايه، وممكن لو قابلته صدفه في سوبر ماركت تلاقيه بيشتري كل الحاجات المقاطعه. بس ما علينا يعني. احنا كل اللي احنا نقدر نعمله ان احنا ندعي ان ما فيش حرب تبقى موجوده في اي مكان، والناس كلها تعيش في سلام وامان. هو ده اللي احنا نقدر عليه، وربنا اكيد شايف كل حاجه. فالاوكسي ال2 كيلو دلوقتي بقى ب160 اعتقد، وصل ل160. اخر مره انا جبته قلت لكم تقريبا ب160 ولا ب150 حاجه زي كده.
كل شهر بيغلى. انا اول مره اشوف كده ان المنتجات دي بتغلى كل حين ومين، يعني لا دلوقتي المنتجات دي بتغلى كل شهر. حتى جيركن الفيبا اخر حاجه، يعني انا كنت جايباه ب150 معاكم الشهر اللي فات، انا بسال عليه عند الراجل اللي بيبيع الاريال اللي انا جبت منه كيس الاريال ده، لقيته بيقول لي جيركن الفيبا ب160. طب ما هو لسه كان ب140 وبقى ب150 وبقى ب160. طب انا متوقعه ان الشهر الجاي هيبقى ب170. مش كده يعني، في ناس ظروفها على قدها جدا. مش هتكلم على نفسي واقول لكم مثلا مش هعرف اجيب جيركن الصابون او مش هعرف اجيب الاوكسي حتى لو جلي. انا بتكلم ان في ناس بتحسبها بالورقه والقلم، بما اني بشوف ميزانيات وناس بتطلب ميزانيات. في ناس بقى 10 جنيه بتفرق معاهم بامانه، يعلم ربنا. فيعني ربنا يعينهم بجد على الغلا اللي بقى موجود دلوقتي، ويفتح لهم ابواب رزق كده تخليهم يعيشوا مرتاحين ومستورين وما يحتاجوش لحد ابدا. هنا انا كنت خلاص الوجبات عملتها. ده كده بعد الوجبات. كنت الوجبات ما فيهاش طبعا، يمكن انتوا لو حضرتوا اللايف معايا هي رز وسلطه بس، فانا مكان السلطه غسلته وكان عندي حله الرز دي بس، انا وديت الوجبات في الحله دي. يعني خدت حله الرز زي ما هي والسمك مشوي زي ما هو زي ما انا قلت لكم، وكمان السلطه حطيتها في علبتين وخلاص على كده. فانا ما عنديش مواعين غير حله الرز دي. يعني المره دي ما فيش مواعين بقى، ولا صواني فراخ ولا لحمه ولا الكلام ده، ولا كفته، ولا زي المره اللي فاتت كان فيها صواني كفته كتير ورز كتير وحاجات كتير. لا المره دي هي حله الرز الكبيره دي، والسمك كان مشوي خدته زي ما هو، وكمان السلطه حطيتها في علبتين وشكرا على كده. فغسلت بقى المكان الوجبات بقى، بس هنضف المطبخ بقى. المطبخ متبهدل شويه، فمع اني لسه كنت عاملاه معاكم بس انا بحب انضفه على طول كده، بحب احس ان هو رايق ونضيف كده. دي اللي هي الصفايه بتاعت المعالق دي، بصفي فيها المعالق بس. باجي كل كام يوم كده اطلع منها المعالق كلها واغسلها غسله حلوه كده واقلبها كده بحيث ان هي تنشف. يعني بحس ان انا لازم اعمل كده عشان ما تبقاش فيها اي ريحه وحشه، لان انا طبعا بصفي فيها المعالق وبصفي فيها الحاجات اللي زي كده الشوك وكل حاجه. فممكن وارد ان ميه تركن فيها، يعني هي مش هي فيها فتحات من تحت وكل حاجه، بس انا بحب اغسلها كده كل كام يوم. بس فضيت الحوض برضو. طبعا انا غسلت الكام حاجه اللي كانوا المواعين، شويه حاجات بسيطه خالص والحله الكبيره دي بس. وبعد كده بقى قلت هغسل الحوض والبوتاجاز والرخامه وهمسح الارضيه بتاعه المطبخ وكده. فقلت هعمل معاكم الروتين ده، يعني نتشجع كده. ولو واحده مكسله تقوم على طول، تقوم كده توريني شطارتها وتقول لي يا ماري انا بعد ما شفت الفيديو قمت على طول شطبت المطبخ وخلصت كل اللي ورايا. انا عايزه اقول لكم يعني ربنا برغم ان انا تعبانه بس ما بقدرش اشوف حاجه عندي مش مظبوطه واسيبها. يعني انا عشان كنت تعبانه الفتره اللي فاتت وجات الوجبات وكده، حسيت ان الحوض لا عايز يتغسل، السيراميك حوالين الحوض عايز يتغسل، الخلاط بتاع الحوض عايز يتغسل، الرخامه برغم ان انا غسلها معاكم في الفيديو من فيديوهين، يعني من يومين تقريبا 3، شلت كل الحاجه اللي عليها تاني وغسلتها. فانا يمكن تقريبا كده انا اللي جبت المرض لنفسي، ان انا ما برحمش نفسي. نعمل كل حاجه بالراحه بجد، لان لما بنيجي على نفسنا وعلى صحتنا بتتعب. بس المشكله بقى ان لو الواحد متعود على حاجه معينه ما بيعرفش يبطلها. يعني ايه؟ لو انا متعوده يعني مظبطه بيتي على حاجه معينه، نفسيتي هتتعب لو لقيته اقل من كده. يعني لو انا مثلا بيتي نضيف على طول وكل حاجه عندي يعني بيرفكت كده، لما باجي مثلا اتعب شويه واشوف حاجه قدامي يعني عايزه تتعمل وانا مش قادره اقوم اعملها، ده حصلت معايا اليومين اللي فاتوا، كانت مأثرة على نفسيتي جدا. يعني قلت يا معقولة انا هتعب لدرجة ان انا هيبقى في حاجة عندي في البيت مش نظيفة وانا مش قادرة اقوم انضفها. فقعدت ادعي اقول يا رب لا ما تسمحش بكده، يعني او قعدت اقول يعني بكلم ربنا برضو. القلب ده ليكم يا جماعة. انا كل صابون هتلاقوني بحط لكم قلب فيه. بصوا يعني انا قعدت اقول لربنا بصراحة واعاتب في ربنا، اقول له يا رب انت عارف ان انا يعني بحب النظافة وكده، وما بأثرش في بيتي ولا بستخسر صحتي في بيتي ولا في ولادي. يعني ما تسمحش ان انا ابقى قاعده كده وانا مش لاقي حد حتى يساعدني وما اقدرش اقوم اعمل الحاجه اللي انا عاوزه اعملها. فربنا تقريبا يعني كده يعني اكيد مش تقريبا، اكيد استجاب لي واستجاب لدعواتكم انتوا، دعواتكم الجميله الحلوه انتوا على اليوتيوب او على الفيسبوك. يعلم ربنا يعني انتوا لو اخواتي بجد، يعني اخواتي من امي وابويا كده، مش هتدعوا لي من قلبكم بالشكل ده. دي الفوطه دي بتاعت اكوي، كان بنوته كده عسوله بعتت لي حاجات من اكوي قالت لي جربيها، فانا كنت نزلت لها فيديو على الفيسبوك. يعلم ربنا الفوطه دي تحفه تحفه تحفه، ومعاها صابونه كده، الصابونه اللي هي بتاعت الدهون، والفوطه دي بتاعت الدهون، ومعاهم كمان حاجه كده عامله زي الورق مربعات كده، شيتات، هي بتقول عليها شيتات، بتتحط على اي بقعه بتفورها يا جماعه. يعني لو عندك اي بقعه زيت، شحم، دم، حبر، اي بقعه بتقطعي من الشيتات اللي هي الورق المربعات ده
وتحطيه على البقعه وتقومي رشه عليه ميه كده بايديك وتسيبيه مثلا 5 دقايق وترجعي بالفوطه تقومي فركاه كده بالفوطه بالناحيه الخشنه وبعدين بالناحيه الناعمه. الفوطه دي كمان بتتغسل من غير اي مواد خالص تنظيف، يعني من غير اي صابون او اريال او اي حاجات من الحاجات دي، بتغسليها تحت الحنفيه وبتنضف في ثواني وما بتنشرهاش في الشمس، يعني بتنشريها في مكان عادي مش شمس، يعني جوه كده في البيت عندك. فده مش اعلان، انا عملت لها الاعلان وخلاص على الفيسبوك، يعني لان هي بنوته قالت لي انا عايزاكي تدعميني وكده، ويعلم ربنا ما خدتش منها ولا جنيه للاعلان. وبجد منتجاتها حلوه لدرجه ان انا قلت لها انا هطلب منك تاني، يعني سيبيكي من اللي انت بعتيه اللي هو الفوطه والصابونه والكلام ده، انا عجبني فعلا المنتج بتاعك وهطلب منك تاني. فيعني فعلا اكوي انا كنت بسمع عنها بس يعلم ربنا ما اشتريتش اي حاجه منهم قبل كده، بس فعلا طلعت منتجاتهم. وكمان انا اللي عرفته في التعليقات ان هي منتجاتهم صديقه للبيئه، يعني ما فيهاش اي حاجه تضر البيئه، واكيد ما دام مش هتضر البيئه اكيد مش هتضركم انتوا، يعني لا ايديكم ولا التنفس ولا حاجات كيماويه صعبه ولا الكلام ده، بالعكس هي فوطه في الاول وفي الاخر وصابونه عاديه جدا زي الصابون اللي عارفين الصابون البلدي بتاع زمان، بس صابونه بيضه كده مربعه او مستطيله، فحلوه جدا. فانتوا لو عاوزين رقم البنوته دي اكتبوا لي في التعليقات وانا ابعت لكم رقمها، وقولوا لها كمان احنا من عند شيف ماري، ممكن تعمل لكم خصم او حاجه زي كده، انا مش عارفه بصراحه، بس يعني قولوا لها كده يمكن هي تعمل لكم خصم. المهم هي البنوته دي من الانطره عموما، يعني مش من مصر، بس هي عندها قالت لي عندي شحن لجميع المحافظات وكمان بره مصر، يعني حتى لو حد بره مصر بتشحن له، او الشركه نفسها بتشحن اللي هي اكويدي. طبعا غسلنا البوتاجاز بقى زي الفل اهو، مشيت عليه كمان بالفوطه في الاخر. والرخامه دي بقى اخر حاجه، الرخامه بقى نغسلها كغسله حلوه، هي رخامه مش متبهدله قوي بس انا بحب امشي عليها، بحس ان انا لما بغسلها بتلمع كده وبتبقى منعمه كده وحلوه، يعني بحب الاحساس ده. دول الاربع برطمانات اللي انا مش عارفه التوابل اللي فيهم ايه، اتلخبطوا في بعض، بس اكيد يعني هعرف، هرجع للفيديو اللي فات اللي انا قايله فيه كل حاجه فيها ايه. ولمعتهم كده على الماشي، وكمان غسلت الرخامه واي حاجه محتاجه تتلمع، يعني لو مثلا برطمان من بتاع التوابل اللي في التوابل اللي على الرخامه مثلا عايز يتلمع بلمعه، يعني بشوف الحاجه اللي متعفره متبهدله كده بعملها. وعايزه ابقى بالراحه بعد كده على نفسي، يعني عايزه يعني اقسم شغل البيت ده، ان انا ما اعملش كل حاجه كتير في وقت واحد. يعني انا بعد ما خلصت المطبخ ده كان عندي غسيل، عايزه اقول لكم عايز يتطبق كميته رهيبه، بس لاول مره اطبق الغسيل وانا قاعده، دايما بطبقه وانا واقفه مهما كانت كميته، المره دي طبقته وانا قاعده، يعني لان قلت لا كفايه بقى كفايه، يعني جيت على رجلي كتير وعلى ركبتي كتير، فلا ارحم نفسي شويه. فالحاجه اللي نقدر نعملها واحنا مرتاحين ما نجيش بقى على نفسنا نقول لا ما بنعرفش نعمل حاجه الا واحنا واقفين. انا كنت بقول كده لغايه قريب قوي، لغايه من اسبوعين 3 شهر كده كنت بقول كده، لما بكون واقفه بخلص الحاجه بسرعه، لما بكون واقفه بنجز ما اعرفش ايه، لا اقعدي واعملي الحاجه اللي بتتعمل في نص ساعه اعمليها في ساعه عادي جدا، على فكره هتتعمل برضو. المهم ان انت ابتديتي في الحاجه هتخلص كده كده هتخلص، طالما حطيتي ايدك في الحاجه وقلتي انا هعمل كذا وابتديتي فيها بالفعل هتخلص. قاعده بقى واقفه عملتي بسرعه عملتي بالراحه على قد صحتك، فعادي ما تجوش على صحتكم، يعني دي نصيحه من اختكم بامانه، عشان في الاخر لو وقعتوا محدش هيسندكم، وخصوصا لو انتم ما معكمش بنات ما معكمش حد يساعدكم، فخلي بالكم من صحتكم، الصحه دي اغلى حاجه في الدنيا. خلصنا المطبخ اهو يا جماعه وبقى زي الفل، كمان انا مسحت الارضيه وشلت الفرش اللي في الارض وحطيت فرش غيره لان انا عندي بديل زي ما قلت لكم. بس وهو ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يعني حاولت اجيب لكم المشتريات اللي انا جبتها في الوقت اللي انا كنت بصور فيه الفيديو. شاركت معاكم اليوم كله، طبعا كمان الوجبات وانا بعملها شاركتها معاكم في لايف على القناه هنا. اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو، اتمنى لو استفدتوا بقى من الفيديو حطوا لايكات كتيره للفيديو ده، كمان لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا، وما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني من فين، واستنوني في فيديو جديد، وباي باي.